في أيدي آمنة، مجندين لها باحثين ودكاترة جامعيين. حنا كنحاولوا أنه يتبرمج في اليونسكو لأنه تراث صحيح. ثالثا الشباب اليوم كيتعاطى العيطة وكيفهم العيطة، وما تنساش بأن كيكونوا ندوات خاصة على العيطة وكيكون تعريف على العيطة بجميع البرامج، لا التلفزيونية ولا الإذاعية ولا المهرجانات المغربية، فهو حاضر بقوة. اليوم كنشوفوا العيطة أنها قطعت البحور، يعني وصلت بزاف لنا. حنا ملي كنخرجوا لبعض الدول إلا كنلقاوهم تيعطيونا بعض العناوين ديال العيطة، وهذا جميل. وما هو جميل في العيطة هو أنه الشعر اللي هو يعني اللي كتكون منه العيطة، فهو اللحن اللي منه العيطة هو ماشي مكتوب وتلحن في نهار أو تلحن في شهر، أو تكتب عبر العقود زمنية وتلحن عبر عقود زمنية. كل عقد من زمان حتى كيتلاحموا هذوك المقاطع، وهنا فين كتجلى الجمالية والقوة ديال العيطة. فباش تكون العيطة صامدة من القرن 12 إلى يومنا هذا إلا عندها واحد الأس، عندها واحد القاعدة، وهاد العيطة ما يمكن لها شيء تنتظر، لأن عندنا الخلف وعندنا كيف المنبت. كاينين اليوم مدارس كتدرس فيهم العيطة، وكاينين كتب ومجلدات وكلهم يحكيو على تاريخ العيطة وكيفاش جات ومنين جات. فهي اليوم عندها استمرارية قوية، ورحنا عانقنا الشباب، وهذا اللي كنا كنطمحوا ليه، عانقنا الشباب بتراث بلادو ولا عارفه شنو كاين في البلاد. إنا كنعرفوا المغرب غني بالألوان وبالإيقاعات وبالألوان تراثية، فكل منطقة عندنا بكل خطوة في المغرب إلا وكتلقى واحد المنطقة كتمتاز بالتراث ديالها، بالاغاني ديالها، بالحان خاصه بها. فاللي غادي نقول لك هي اليوم العيطه حنا ما كنخافوش